بعد كل اللي عملته ده هضيع كل حاجة على الأرض. جملة كتير بنقولها وبتكون سبب كبير في ان احنا نضيع النص التاني من فرصنا للنجاة. وعشان نعرف الكلام على ايه، تعالوا نبدأ بسرعة كده حلقة جديدة من بودكاست وصال. انا معاكم رنا السمان، ويلا بينا نبدأ الحلقة. النهاردة هتكلم معاكم في حاجة من اكتر الحاجات اللي بتخلينا نتعلق في علاقات غلط، سواء شغل او علاقات صداقة، علاقات عاطفية، حتى لو كانت مجرد قرارات بسيطة ولكن هي غلط. والحقيقة انها بتكون جملة بسيطة جدا، يمكن احنا شايفينها بسيطة ولكنها كبيرة قوي واثرها عظيم جدا على قراراتنا. وهي انا مش هينفع اسيب كل اللي تعبت عليه، مش هينفع اسيب كل اللي عملته واوقعه على الارض، انا مش هضيع مجهودي هدر. يمكن احنا بنكون فاكرين ساعتها ان الجملة دي حفاظا على تعبنا وعلى مجهودنا وعلى العلاقة او على الشغل او على الصحوبية، ولكن دي اكبر الاخطاء اللي بنقع فيها. اوقات كتير بيكون التعب اللي فات واللي عملناه واللي بذلناه والمجهود اللي بذلناه ملوش اي علاقة باللي المفروض نعمله دلوقتي. ردود افعالنا دلوقتي في المواقف اللي بتحصل معانا بتكون ساعات كتير مختلفة، بيتحتم علينا وقتها قرارات مختلفة وردود أفعال مختلفة. وده اللي العلماء بيسموه مغالطة التكلفة الغارقة. يعني ايه مغالطة التكلفة الغارقة دي؟ هي انك تكمل في حاجة لانك بالفعل صرفت عليها وقت او جهد او فلوس او بذلت فيها مجهود، مش لانها فعلا تستاهل او هتفيدك في المستقبل. لا، انت بالبلدي كده بتستخسر اللي بذلته في العلاقة دي. يعني بتلاقي نفسك في وقت طويل قضيته من حياتك في علاقة، او لو على نطاق الشغل في مجهود كبير بذلته علشان توصل لبوزيشن معين، او مع صاحبك او زميلك هتلاقي نفسك قضيت وقت طويل بتصلح فيه، او في ذكريات ما بينكو، او في عشرة ما بينكو، فبنستخسر ده كله يقع على الارض. بنقول لا، احنا مش هينفع نضيع كل ده ونوقع على الارض ونكمل بقى اللي بقيلنا نحاول نصلح، كأننا في شغل، كأننا طول الوقت مجبرين على تصليح أخطاء يمكن احنا كمان ما نكونش لينا علاقة بيها أو ما كناش سبب فيها. ما بناخدش بالنا ان كل المجهود أو الفلوس أو العمر اللي عدى خلاص عدى، خلاص حاجات بذلت. احنا ليه مش عايزين نبص للي جاي؟ احنا لو عارفين نفكر بجد كنا نفكر في اللي جاي ده هيكون شكله ازاي معانا، هنعرف نتصرف ازاي فيه، هنتعامل ونعيش ازاي. هقول لكم مثال بسيط على اللي انا بتكلم فيه او اقصده. تخيلوا ان انتوا قطعتوا تذكرة سينما علشان تدخلوا تتفرجوا على فيلم معين. دخلتوا الفيلم وحسيتوا ان انتوا في اوله كده مش مبسوطين ولا مرتاحين وحاسين بملل. قلتوا طب نستنى نص الفيلم، يمكن الاول البداية ما تشدناش، مش واخدين لسه على الجو بتاع السينما. وقعدتوا بالفعل لغاية نص الفيلم ونفس احساس الملل والزهق متملككم. ما فكرتوش ان انتوا لو خرجتوا في نص الفيلم هتنقذوا وقت وهتستثمروا وقتكم، ويمكن تدخلوا فيلم تاني تكونوا مبسوطين فيه وتعوضوا النص الاولاني من الملل والزهق اللي انتوا عشتوه. بس انتوا طول الوقت عمالين تفكروا في حق التذكرة اللي انتوا دفعتوها. توفير الوقت وتعويض المزاج اللي انتوا تقدرتوه في اول نص الفيلم الاولاني اللي انتوا دخلتوه عشان بس دفعتوا التذكرة كان ممكن يتعوض لو خرجتوا في نص الفيلم عادي، مفيش مشكلة. بس احنا طول الوقت عمالين نفكر في اللي فات، في اللي حصل، في اللي بذلناه، في اللي دفعناه، في اللي قمنا بيه. ليه مش عايزين نبص في اللي جاي؟ ليه مش عايزين نبص في التجربة نفسها اللي احنا عايشينها، ايا كانت مسمى العلاقة اللي احنا فيها او التجربة اللي احنا بنقوم بيها او بالفعل احنا جواها دلوقتي؟ لكن كتير مننا كبشر بيخلي اللي فات يقود اللي جاي، بيخلي تجاربنا اللي فاتت والبذل اللي احنا بذلناه والعطاء اللي احنا اديناه سبب كبير قوي في ان احنا نبني عليه اللي جاي. وده مش صح على فكرة خالص. يعني يمكن كتير ناس يفكروا ان احنا تعبنا بالفعل، ويعني بعد كل اللي احنا عملناه ده هنضيع كل ده على الارض. عادي على فكرة، ممكن نضيعه على الارض عشان نبني غيره. عارفين مرة زمان كان عندي جارة ربنا يبارك في عمرها، يعني لغاية دلوقتي موجودة، ربنا يحفظها يا رب، وانا بحبها قوي. كنت مريت بتجربة معينة في حياتي وكنت حزينة جدا بعديها.
فقابلتني قدرا ولقيتني انا مجرد ما فتحت السيره بتسالني هي عملتي ايه، فقلت لها الحمد لله ربنا ما ارادش وما قدرش يعني. فلقيتها بتقولي طب انتي زعلانه ايه؟ طبخه كلفتيها وصرفتي عليها دم قلبك وباظت حمضت، هينفع تاكليها يا بنتي؟ ارميها واعملي غيرها. حتى لو ما عرفتيش تصرفي عليها اللي صرفتيه على الاولانيه اعملي غيرها. الحقيقه كان تشبيه غريب قوي بس كان عميق جدا، يعني من ست كبيره المفروض ان هي برضو يعني كبيره في السن وعندها خبره في الحياه، ولكن التشبيه بتاعها خلاني افكر بطريقه تانية مختلفه تماما. لو جينا مثلا طبقنا التشبيه ده او المثال ده على العلاقات، كتير مننا بيكون في علاقة ممكن تكون بالورقة والقلم مش نافعة، حاجات كتير قوي مفيش بيننا وبين الشخص اللي قدامنا تجانس فيها او حتى تفاهم، بس بتلاقي نفسك بتقولي يا ده احنا قضينا 5 6 7 10 سنين مع بعض، هل ينفع ان انا ارمي ده كله تحت رجليا؟ لا 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 لا، ده انا ضحيت كتير قوي، ده انا دفعت دم قلبي. وتلاقي الراجل برضو بيفكر نفس الطريقة، ده انا صرفت عليها كتير، ده انا قومت البيت ده احنا في بينا عشرة، ده احنا في بينا حاجات كتير. وانا مش بتكلم في حتة احنا في بينا اولاد لان دي بتدخل تحت بند تاني خالص، انا بتكلم على التكاليف اللي احنا بنحط عليها حسباننا، اللي احنا بالفعل بنتكلم فيها، العشرة والفلوس والبذل والعطاء والتجارب، دي كلها حاجات احنا بنفكر فيها وقتها احنا بنستخسر، بنقول لا احنا تعبنا فيها، مش هينفع ان احنا خلاص ننهي العلاقة، مش هينفع، دي حاجة، ده اوبشن مش موجود عندنا. فاحنا نقعد نحرق في قلبنا وننهر فينا ونحاول ونشد ونمط علشان بس نوصل لحاجة مفروغة. احنا بنلف في حلقة مفروغة، احنا عمالين نجري ورا نفسنا ونقول بكرة تتصلح، بكرة تتعدل، بكرة تتغير. فيش حاجة بتتغير، في حاجات ما ينفعش ان احنا نكتب لها نهاية غير اللي هي عليها دلوقتي، غير اللي واضحة للكل ولينا احنا كمان. ولو هتكلم في مثال تاني، كان عندي زميلة كنت بحبها جدا، كانت اكبر مني ممكن 3-4 سنين، مش كتير، وكانت اللهم بارك حد دؤوب جدا وشغوف في كل مجال بتحاول تدخله، وحاولت انها تتخصص في مجال معين، فقالت خلاص انا هشتغل فيه، وقعدت في المجال ده 3-4 سنين. بعد 3-4 سنين الحقيقة احنا على تواصل مع بعض، ولكن في الوقت ده كانت هي وصلت لأقصى مراحل التعب والإرهاق النفسي، مش لاقية نفسها في المجال، تعبت، مش حاسة ان هي بتبذل، بتاخد قد ما بتبذل يعني. فالحقيقة ساعتها كنا قاعدين مع بعض، فقالت لي بصي انا عارفة ان انا مش لاقية نفسي في المجال ده، بس انا مستخسرة ال4 سنين اللي قضيتهم دراسة وكورسات وتعب ودفعت فلوس جدا كتير قوي، فانا مستخسرة. الحقيقة انا استغربت قوي، انت مستخسرة 4 سنين قضيتيهم من عمرك ان انت تبدأي من جديد، ومش شايفة اللي جاي قدام، انت مش شايفة حالتك النفسية دلوقتي، مش شايفة الفلوس اللي بتدفعي على الارض، مش شايفة الحياة اللي انت طول الوقت من الساعة 6 الصبح لغاية 11 بالليل وانت عمالة تجري في ساقية، مفيش اي مقابل لا مادي ولا معنوي. فكنت مستغربة جدا، لان احنا كتير مننا لما بنبص للفايدة وبنبص للبذل اللي احنا بذلناه، ساعات بنستخسر البذل على حساب الفايدة، ساعات بنستخسر التعب اللي تعبناه على حساب المجهود، على حساب الحاجة اللي احنا مستنيينها. احنا مش عارفين، احنا مش لاقيين حاجة، بس مش قادرين ان احنا نبطل نبذل، كأنها عادة، كأننا تعودنا ان احنا نتعب، كأننا حاسين بالبذل اللي احنا بنبذله ان احنا عملنا مجهود او بنعمل مجهود فمريحين ضميرنا. بحس ساعات ان ده بيكون تريح ضمير اكتر ما هو فعلا حاجة مفروض ان احنا نعملها، حتى في العلاقات على فكرة، مش في الشغل بس. تدخل مشروع خسران وتدفع فيه كتير وتستخسر توقفه وتبدأ واحد من جديد علشان بس دفعت فيه كتير. تتبع أسلوب في التربية معين وتكتشف ان هو مش نافع مع طفلك وتفضلي ماشية فيه وتقولي اصلا انا اتعودت اتعامل معاه كده وهو اتعود. طب ما هي يا جماعة مش نافع، انتوا بترموا نفسكم في التهلكة ليه؟ انتوا اصلا ايه الغاية من ان انتوا تتعبوا نفسكم التعب ده كله؟ مفيش نتيجة، مفيش، بتدوا دواء غلط لشخص تعبان هيموت منكم ومش بيتحسن، هتفضلوا تدوله نفس الدواء طول الوقت ومفيش اي تحسن.
يبقى انتوا بتموتوا العيان. دي في حد ذاتها حاجة اسمها المغالطة، والمغالطة دي أسبابها ليها كذا سبب، مش سبب واحد بس، وكتير منها بتكون أسباب نفسية على فكرة أكتر ما هي خوف من مثلا من المجتمع أو لأسباب مادية أو حسابات غلط. بتكون أسباب نفسية إحنا حطينا نفسنا فيها ومش عارفين نخرج بره دايرتها. عندنا الأنا، يعني الأنا بتاعتنا دايما مش عايزة تعترف إن إحنا غلطنا، حسبنا حسابات غلط وحطينا توقعات غلط ومشينا غلط وتصرفنا غلط وبذلنا غلط. إحنا مش عايزين نعترف بده على فكرة. عندنا عنصر الخوف، خايفين نبدأ من الأول، خايفين نتخلى عن الأحلام اللي احنا حطيناها ونبدأ أحلام من جديد، خايفين نبص للي دفعناه وبذلناه واديناه على إنها حاجات في الهوا وقعت، مع إن احنا لو بصينا كويس هنلاقي نفسنا احنا بنشتري اللي جاي باللي احنا دفعناه. عندنا الأمل الزايف، يمكن يتصلح، يمكن يتعدل، يمكن نكسب، يمكن المشروع يبقى أحسن، يمكن ويمكن. دي مش حاجة سهلة على فكرة إن احنا نقعد نضغط نفسنا ونقعد نستحمل كلام ممكن نسمعه من أي حد. ممكن حتى في الوقت ده نحط لنفسنا ترتيبات مختلفة عن اللي احنا حطيناها قبل كده علشان نوهم نفسنا ان يمكن دي ممكن تبقى حاجة حقيقية ونعملها او نحصل عليها. وعندنا حاجة بقى كبيرة قوي كده، كلكعة كبيرة اسمها الضغط الاجتماعي. بنلاقي بقى الضغط الاجتماعي ده في ناس هي قاعدالنا على المصاطب علشان بس تقول لنا لا ما يصحش، لا عيب، بعد اللي عملتوه ده كله تبدأوا من الأول، بعد اللي بذلتوه ده كله ترموا ده كله على الأرض. هتلاقوا فيه أفواه كتيرة بتتكلم في ودنا بحاجة هم مش حاسينها، هم مش عايشين على حياتنا على فكرة، هم مش عايشين التعب بتاعنا، مش عايشين نفس الآلام بتاعتنا. فطبيعي ان كل واحد يدلو بدلو، بس مش من الطبيعي ابدا ان احنا نقول لا انت عندك حق ونسمع كلامهم. كل واحد بيشيل شيلته وكل واحد بيعيش تجربته، وحرفيا احنا التجارب بتاعتنا بتأثر فينا جدا وبتخلينا نبقى اشخاص غير الاشخاص اللي كنا عليها قبل كده. طيب احنا اتكلمنا ان دي حاجة اسمها مغالطة التكلفة الغارقة. ازاي نكسر مغالطة التكلفة الغارقة دي؟ في سؤال ذهبي كده بسأله للكلاينت او بسأله للشخص اللي بيتكلم معايا، وبحس ساعات ان كتير منهم ما بيبقاش قادر يرد الرد الصريح. السؤال هو لو ما كنتيش او ما كنتش بدأتوا الطريق ده من الاول، هل كنتوا هتدخلوه؟ هل كنتوا هتحطوا لبنة الأساس من الأول؟ هل كانت رجليكوا هتخطي الطريق ده من الأول ولا لأ؟ وده سؤال فارق على فكرة. يعني لو كنا قاعدين كده والكلاينت أو الشخص اتسأل السؤال ده، بحس لو هي قدامي مش أونلاين يعني، بحس كده بلخبطة ببرجلة، مش عارف يرد ولا لأ. وفي ناس بتبقى الرد بتاعها على طرف لسانها بس ما تقدرش ترد. ليه؟ برضو علشان ما تقدرش تاخد القرار بسهولة. فالسؤال ده مهم جدا، هل لو ما بدأتوش الطريق ده كنتوا هتبدأوه دلوقتي ولا لأ؟ لو ما كنتوش بذلتوا فيه، لو ما كنتوش دفعتوا فيه، لو ما كنتوش قضيتوا عشرة مع بعض، هل كنتوا هتبدأوه من الأول وجديد ولا لأ؟ هل الأشخاص اللي انتوا كنتوا مرتبطين بهم دول لو ما كنتوش قضيتوا معهم العشرة الطويلة دي، هل دلوقتي بعد اللي عرفتوه عنهم مثلا او بعد العشرة اللي انتوا قضيتوها معاهم هتبدأوا معاهم علاقة جديدة من الأول ولا لأ؟ وده سؤال لازم تردوا عليه. لازم. تاني حاجة مهمة قوي، لازم تركزوا على المستقبل. لازم تشوفوا اللي باقيلنا ايه، هنقضيه ازاي، هنبدأه ازاي، هنعيشه ازاي، هنعيشه مع مين. مهم قوي ان احنا نركز على المستقبل. سيبوا اللي فات عدى خلاص، قضي الأمر، اتعاش اليوم. حاولوا تبصوا للي قدام، بلاش تبصوا للي ورا، خلاص اللي فات فات. حاولوا ان انتوا تفصلوا ما بين التعلم والاستمرار. انا دخلت درس عشان اتعلم لغة جديدة مثلا، حاولت اتعلم اللغة دي بكل ما اوتيت من قوة وما نجحتش. حلو، خطوة حلوة ان انا بدأت اتعلم وان انا عندي دافع ان انا اتعلم، لكن ما نجحتش في المادة دي او في اللغة دي، خلاص اشوف غيرها. افصلوا تماما ما بين ان انا استمر في حاجة وما بين هدفي للتعلم. الهدف نفسه ان انا ممكن اتعلم اي حاجة تانية، انما الاستمرارية دي بتتوقف على نجاحي في الامر. انا ما ينفعش افضل مكملة في امر انا مش ناجحة فيه او مش هنفع فيه، ده اسمه غباء.
حاولوا ان انتوا تسندوا قراراتكم على واقع مش شعور. يعني اللي حاصل دلوقتي ايه النتيجة اللي انا حصدتها، مش على شعوري ان انا عندي دافع ان انا اغير. لأ، انا من التجربة بتاعتي دي حصدت ايه النتيجة اللي انا شفتها ولمستها بايدي، النجاحات اللي اثمرت عنها التجربة، هل انا لقيت نتيجة فعلا ولا لأ. مش ان انا عندي دافع ان انا افضل ابقى مستمرة ودافع ان انا ابذل. مش مجرد الدافع بس اللي هيخلينا نكمل، على فكرة النتائج تبقى سبب رئيسي ان انا اكمل ولا لا. ولو كان المثال اللي بنتكلم فيه علاقات، حاولوا تركزوا في البوينت دي كويس قوي. مفيش علاقة بتفشل مرة واحدة، مفيش عيوب بتظهر مرة واحدة، مفيش حد بيبقى مختلف عن مكان عليه مرة واحدة. لكن في علاقات بنكمل فيها رغم ان كل المؤشرات بتقول لأ، وده مننا احنا مش من الطرف التاني بس. قد يكون في اطراف بتبقى متمسكة بينا لمجرد ان هم ما يتسابوش، ولكن احنا فين؟ عقلنا فين؟ وده لاننا مستثمرين مشاعر، تنازلات، عشرة قديمة، سنين قضيناها، حاجات كتير احنا تعبنا فيها، فبنستثمر، عمالين نبذل وفرحانين يا عيني ان احنا بنبذل، مفكرين ان دي حاجة حلوة مثلا، او ان كده احنا اشخاص اوفياء، متناسيين تماما ان الحب مش استثمار، ده تراضي. انا براضي اللي قدامي واللي قدامي بيراضيني، مش عمالة استثمر كأني بحوش في حصالة ومش لاقي اي نتيجة. ولازم تركزوا كويس قوي في اللي انا هقوله ده. لو العلاقة بتستهلك اكتر ما هي بتضيف، فانتي مش بس بتخسري سنين، انتي بتخسري روحك. بالتدريج هتلاقي نفسك بتطفي اكتر ما انتي على حالك ده. الكلام مش بس للستات، الكلام للرجالة برضو، لان العلاقات بتبقى المشاعر فيها قريبة من بعض. وخلوني اسألكوا اسئلة دلوقتي، لكن توعدوني ان انتوا تردوا عليها، سواء تردوا بينكم بين نفسكوا او تكتبوا لي في الكومنتس او حتى تبعتولي، بس المهم ان انتوا تردوا عليها. انتوا مكملين في ايه دلوقتي؟ واللي مكملين فيه ده علشان بس بذلتوا فيه ولا عن اقتناع؟ لو كنتوا هتبدأوا من جديد، هل كنتوا هتاخدوا نفس القرار؟ ويا ترى التمن اللي بتدفعوه يوميا ده، هل لمجرد ان انتوا خايفين تعترفوا ان انتوا كنتوا غلط، ولا مقتنعين ان ده قرار صح وده اللي المفروض تعملوه دلوقتي؟ خدوا وقتكم وفكروا كويس، يمكن تكون الحلقة دي نقطة تحول ليكم. وفي النهاية عايزة أفكركم إن مغالطة التكلفة الغارقة دي مش مجرد فكرة فلسفية، دي حياة احنا بنعيشها كل يوم، سواء بقى عارفين معناها أو مش عارفين. وصدقوني لو عرفنا نفصل بين الماضي والمستقبل هنعرف ناخد قراراتنا صح، ونسيب كل الحاجات اللي بقت عبء علينا ونكمل بس في الحاجات اللي ممكن تضيف لنا أو اللي احنا مستفيدين بيها. شكرا لوجودكم معايا وان انتوا استحملتوا النهاردة. الحلقة كانت اطول من كل الحلقات، وعايزاكم تفتكروا دايما حاجة مهمة قوي، مش كل اللي احنا تعبنا عليه لازم نكمله. اوقات كتير بيكون كلمة ستوب اللي بنقولها لنفسنا بتبقى افيد كتير من عمر هنقضيه غلط في قرارات غلط ومع ناس غلط. تاني مرة بشكركم على وجودكم معايا في الحلقة، وبكده تكون الحلقة بتاعتنا النهاردة خلصت. يا رب أكون كنت خفيفة على قلبكم وتكونوا استفدتوا من الحلقة. هستنى كومنتاتكم وآرائكم في الحلقة، ولو ليكوا أي سؤال ما تترددوش تبعتوه، إن شاء الله هحاول أرد عليكم. كانت معاكم رنا السمان، وده بودكاست وصال. سلام عليكم.